تواصل أشغال تأهيل ملعب فاس الكبير تقدمها بخطى ثابتة، حيث بلغت مرحلة متقدمة مع انطلاق عملية استبدال الكراسي بالمنصة الشرفية، في مؤشر واضح على اقتراب نهاية الأشغال الكبرى وتهيئة الملعب لاستقبال مواعيد كروية قارية ودولية، على رأسها كأس الأمم الإفريقية، المزمع تنظيمه نهاية العام الجاري 2025. ووفق ما عاينه لي 360، فإن حركية الأشغال ملحوظة داخل المركب، حيث تعمل الفرق التقنية على تثبيت تجهيزات حديثة وتحديث المرافق الداخلية في إطار رؤية شاملة تهدف إلى مطابقة المعايير التي تفرضها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم CAF، إذ تندرج هذه العملية ضمن البرنامج الوطني لتأهيل الملاعب الكبرى الذي أطلق بتعليمات ملكية سامية تحضيراً لاستضافة المغرب لكبريات التظاهرات الرياضية. ولحدود اللحظة فقد تم الانتهاء من بناء واجهة الملعب الزجاجية التي تعتبر من أبرز ملامحه المميزة، إذ ستضفي هذه الواجهة لمسة عصرية وستساهم في إضاءته بشكل طبيعي خلال النهار. كما شملت التحسينات الخارجية أيضاً تنظيم جنبات الملعب استعداداً لعملية التشجير التي ستضفي عليه لمسة جمالية طبيعية. ومن المنتظر أن تشمل الأشغال الجارية التي تشرف عليها الشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية سونارجيس تطوير نظام الإضاءة وتعزيز تجهيزات السلامة والمراقبة، إلى جانب تجديد غرف تبديل الملابس وقاعات الإعلام والضيافة وفقاً لأعلى المواصفات المعتمدة في كبريات المنشآت الرياضية العالمية. وفي انتظار انتهاء أشغال هذا الصرح الرياضي الكبير المرشح ليكون ضمن أفضل ملاعب المونديال بلمسة مغربية خالصة، بالنظر للعراقة والثقل التاريخي للعاصمة العلمية فاس، خصوصاً وأن أشغال هذا الورش الرياضي تسير بصورة متقدمة، وذلك من أجل وضع الملعب داخل الخدمة في الآجال المحددة له.